بيت بريوش بمطعم البرتقين بنة غير عسلامة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير الناس الكل. جيتكم بروسيت تهبل بأبيض عظمة تعملوا بريوش وشوكولا من غير شوكولا. المهم بريوش يذوب في الفم فطور الصباح لمجة صغار مع قهيوة. صدقوني بنة ديجا التصويرة نتصور ناطقة. خليكم معايا، الريسيت سهلة على الاخر، لي زانغريديون متوفرين في ديار الناس الكل. هنا اول حاجه حشتي بها 400 غرام فارينه، اللي هي هذيك 400 غرام فارينه. باش نستحق مع ال 400 غرام فارينه باش نستحق هكا عصير متاع كعبه برتقان ما يقارب ربع كاس كبير ولا اكثر شويه. مغرفه صغيره متاع زيت البرتقان اللي عصرناها، كعبه بركه برتقان، مغرفه صغيره متاع قهوه. باش نستحق السكر تو تشوفوا قديش، وسينو اللي عنده سكر فاني ارام. مغرفه كبيره خميره خبز، عظمه، زبده مذوبه وخميره مرتبات. وهنا عندي 80 مليلتر حليب دفيته دافي، ما يبداش سخون وما يبداش بارد، دافي. وزدت عليهم 80 مليلتر ما دافي، 80 مليلتر حليب دافي عملت وزدت عليه 80 مليلتر ما دافي. وزدت عليهم مغرفة كبيرة متاع ماكلة خميرة خبز، وباش نزيد عليهم 3 مغارف كبار سكر، سكر باش تتفاعل الخميرة وباش يجينا البريوش هكا حلو شوي. هذه 3 مغارف كبار، وباش نزيد عليهم 2 مغارف فارينة، 2 مغارف فارينة. وباش نخلط وباش نخليهم يتفاعلوا قدر 10 دقائق. وقت تفاعل الخميرة متاعي والحليب والماء والسكر والفارينة، نرجع نكمل بقية لي زانغريديون كيما باش تشوفوا لهنا. نستحقوا الفوي، ما نستحقوش عجين، ما هيش باش تتعجن زاده. الا هنا بعد ما تفاعلت الخميره متاعي خلطتها وزدت عليها المغرفه الصغيره متاع قهوه زيت متاع كعبه البرتقال، وزدت عليها العصير متاع كعبه برتقال اللي هو ما يقارب ربع كيس كبير هكاكا اكثر شويه. وباش نزيد عليهم ابيض عظمه، باش نزيد على لي زانغريديون هذوكم ابيض عظمه او الاصفر لهنا نحتفظوا فيه بيه باش نستحقوه في بقيه الروسيت. نخلوها على جنب باش نخلط. شفتوا كل وين نزيد دي زانغريديون لازمني نخلط بالباهي بالفوي. هنا اللي عندها سكر فاني تستعمل، ما عنديش انا عندي اروم، سينو مش لازم جمله على خاطر الزيت نتاع الاورانج ديجا اقوى من السكر فاني واقوى من الاروم وينحي زفوره وابيض العظام ما فيش زفور. هنا زدت عليهم 60 غرام زبده ذايبه، زدت عليهم 60 غرام زبده ذايبه. وباش نخلط بالباهي من بعد لنخلطهم باش نزيد عليهم الفارينة متاعي اللي هي 400 غرام فارينة يكونوا مغربلين. زدتهم وباش نزيد مغرفة متاع قهوة صغيرة خميرة جاتو لوفير شيميك ومغرفة متاع قهوة صغيرة ملح. وباش نخلط هكاكا لم شوية بالفوي. من بعد من المستحسن الفوي باش يوحل فيها كل شيء نبدو نلمه بمغرفة لوح، اللي عنده مغرفة لوح يلم، سينو مغرفة نورمال نبدا نلمهم كيف هكاكا. وين تصعب عليا اللمان بالمغرفة باش نحي المغرفة ونبدا نلم بايدي، مش نعجن جنسيست بيان، ما نعجنوهاش نلموها الا هنا باش نبدو نلموها كأننا نعملوا في عجينة الفطاير، عجينة الفطاير من اللوطة للفوق هكا نضربوها من اللوطة للفوق من اللوطة للفوق بالباهي باش نتعبوا شوية لهنا. اما ما يسالش للي نتحصلوا على بول واحدة اكا بركة، يعني بول نحسوها ملمومة وفي نفس الوقت ليس السيرفاس متاعها كيما شفتوا هكاكا تحسوها طريه. ليس السيرفاس متاعها كيما تشوفوا بالضبط. هنا توا باش ندهن ايدي بشويه زيت نباتي وباش ندهن السيرفاس متاع العجينه متاعي شويه. من بعد نغطيها بالبابي سيلوفان بتورشون سيرفيت ونخليها ترتاح للي يولي الفوليوم تاعها دوبل. ديما لهنا نقولكم الراحه حسب الطقس عندكم، كاني سخونه ما تفوتش نص ساعه، كاني مش سخونه باش تفوت اكثر. الحاصل وين نشوفوا الفوليوم ولا دوبل. الا هنا قسمت عجينتي على زوز وكل شطر قسمته على 4 هكيكه وكعبرتهم كيما شفتوا كأني باش نعمل كسرة. وتوا باش نحل بالكعبورة نحلها هكيكا شوية باش نعمل فستها شوكولا. لهنا اللي عندكم تحبوا معجون شوكولا يعني تغتين تحبوا تخلوها هكيكا
كيما تحبوا، حتى هكاكا بنينة ديجا عملت كعبة كيكة ما نحبهاش بالشوكولاتة الحقيقة، بنينة على الآخر، إلا هنا ردوا بالكم لازمنا نسكروهم بالباهي بالباهي، نركزوا بالقدا على التسكير باش ما تحلناش في وسط الفور ويفسد لنا منظرها شوية. لا نعم مالغري يعني في بالي سكرت بالباهي فما كعبات تحلوا شوية أما مش مشكلة البنة غير عادية إلا هنا هكاك كيفاش عملت باش نتعدى نزيد نوريكم الثانية كيفاش نحلها هكاكا شوية ونحط الشوكولاتة على طول على طول ومن بعد نبدأ نقرن الشيرتين ببعضهم ونبدأ نسكرهم بالباهي 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 يعني ننزل عليهم بالباهي ومن بعد هكا نعملوا ضربة باش ما تبقاش هكاكا كيما تشوفوا في الفيديو بالضبط. هنا قربت لكم باش تشوفوا التسكير لازم يكون بالباهي هكاكا من بعد لرسهم هكا لبعضهم نعمل ضربة باش يشدوا هكاكا بعضهم. هنا سي بون من بعد لا كملتهم الكل حطيتهم في البلاطو نتاعي وباش نخليهم يزيدوا يرتاحوا 15 دقيقة وفي نفس الوقت حليت على الفور نتاعي من فوق ومن اللوط على 180 درجة. إلا هنا سي بون بعد لا عاودوا خمروا 15 دقيقة. أصفر العظم اللي قلت لكم خلوه باش نستحقوه هذا زدتوا شوية حليب باش نخلطهم مع بعضهم وندهن بهم لي بريوش متاعي الخبيزات متاعي باش ندهنهم بهم والزينة كيما تحبوا تخلوهم هكا ما فما حتى مشكلة. باللي عندكم حاسيلو زينو كاكاوية هنا عندي شوية فستق وشوية لوز هروشتهم هكا شوية. اللي عندها بيبيتو شوكولا تعمل اللي عندها امون ديفيلي تعمل اللي عندها واللي ما عندهاش تخلي زيادة راوها كيكة حتى كيكة يجو بنان على الاخر الزوز هذوما باش نعملهم هكا على كيف الاولاد. عملت هذوما متاع زينة يبدو ديزلفا بي ومعاهم وحدات هكا صغار تو تشوفوهم حاسيلو جوست لوليدي هذوكم. كيما قلت لكم الزينة كل واحد شنو يحب لهنا كيفاش زين اللي تحب تخليهم هكاكا زادة تخليهم المهم راهم بنين والكعبة هشوشة على الاخر. من بعد دخلتهم للفرن نخليهم 20 دقيقة على 180 درجة من فوق ومن اللوطة وبعد ما خرجتهم لهنا سي بون حبيت نعمل السكر جلاس فوقهم اللي تحب تعمل اللي ما تحبش ما تحبش الجارنيتور كل واحد كيفاش يحب يزين. وزدت عملت لهم هكا ضربات بشوكولا تارتيني. الكعبات بركة مش الكل حاسيل وصدقوني قد ما نقولكم بنين 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 على الاخر. نودكم وما نشهيكم جربوهم صدقوني سورتو اللمجة والهو اللي نشوفوا فيه توا متاع اللومج المشرية مرة دودة مرة هاي دخل السبيطار اصنعوهم وحدكم في الدار ما تندموش. الرسات نتصور لي زانغريديون متوفرين نورمالمون في البلايص الكل. ان شاء الله عجبكم الفيديو وما تنسوش باش تعملوا اشتراك.